كلمتني وكانت هتتجنن. اكتشفت ان ابنها المراهق للأسف سرق منها فلوس، والمفاجأة او السبب غير اي حد متوقع. كلمتني وهي منهارة، اكتشفت ان ابنها اللي عنده 16 سنة خد منها فلوس من شنطتها. كانت بتقولي مي انا مش مصدقة ان ده ابني اللي انا ربيته وعلمته الصح من الغلط، مش عارفة اعمل ايه وهتجنن من الغضب ومن القلق. كانت عايزة تاخد منه الفلوس وتمنع عنه مصروف شهر كامل. رد فعل طبيعي جدا من اي ام تتعرض لموقف زي ده، بس انا قلت لها استني الاول قبل ما تعاقبيه او تعملي حاجة شبه كده، لازم تتكلمي معاه ونفهم هو عمل كده ليه. السلوك ده مش نابع من فراغ. قلت لها اهدي تماما واتكلمي معاه، خديه واقعدي معاه في مكان هادي وقولي له ايه اللي حصل بالظبط يا حبيبي عشان تضطر تاخد الفلوس دي من شنطتي من غير ما تقولي. وبدل ما تصدري احكام وتهاجميه، اسمعيه الاول من غير غضب ومن غير عصبيه واديله مساحه يتكلم، لان لو هو حس ان انت بتهاجميه هيقفل تماما. والمفاجاه لما اتكلمت معاه لقيت ان ابنها كان عايز يشتري نضاره تانية بدل نضارته اللي اتسرقت في النادي، وهي نضاره طبيه، وكان خايف يقول لها عشان كان فاكر ان هي هتزعل منه. طلع ان الولد مش عايز يزعل مامته وما كانش عايز يحسسها ان هو مش بياخد باله على حاجته عشان ما تزعلش، فقرر ياخد الفلوس من شنطتها ويشتري النضاره ويرجع لها الفلوس تاني واحده واحده من مصروفه. شايفين لما هي فهمت السبب قدرت تحل المشكله من جذورها. مش سهل مش عادي ان انا ممكن يحصل معايا حاجه زي كده واتعامل بالراحه، غصب عني ممكن اتعصب، غصب عني رد فعلي ممكن يكون مبالغ فيه، بس انا بحكي لكم الموقف ده عشان افكركم ان دايما لازم تفكروا قبل ما تتصرفوا، قبل ما تروحوا تهبوا في ولادكم. فراحت اشترت له هي النضاره وفهمته ازاي بعد كده يطلب المساعده، واتفهمت طبعا خوفه. والاهم ان هي ما خدتش قرار سريع او من غير ما تتكلم معاه انها تعاقبه او تحرمه من حاجه، لان ده كان هيدمر علاقتهم ببعض وكان هيخليه هو يفقد الثقه فيها تماما. شايفه ورا كل تصرف غلط من ابنك المراهق ممكن يكون فيه حاجه منطقيه او سبب منطقي. المشكله ان احنا كأمهات ساعات بنتسرع في ردود افعالنا ومش بنديهم فرصه ان هم يشرحوا موقفهم. حاولوا تسمعوا ولادكم اكتر وتفهموا مواقفهم وتشوفوا عملوا الحاجه ليه قبل ما تبهدلوهم وتعاقبوهم. احنا بنبني شخصيتهم، وعادة ردود فعلنا المبالغ فيها بتكون بسبب الضغط النفسي اللي بيكون علينا والمشاكل اللي بنقابلها في حياتنا. عشان كده عايزاكي تكتبي لي كلمة بيرن اوت في الكومنتس تحت، وهبعتلك كل التفاصيل على الفري ويبينار اللي هعمله اللي يقدر يساعدك في الحاجات دي علشان تبدأي تنظمي مشاعرك وتنظمي الستريس او الضغوط اللي انت بتعدي بيها، فتعرفي تتعاملي مع ولادك بطريقة احسن.